السلام عليكم البنات. كما وعدتكم من الفيديو السابق قلت لكم دوك نولي لكم ونجيب لكم فيديوهات شابين سواء في الوصفات ولا منتوجات تفيد البشره والشعر. اليوم جبت لكم هذه الوصفه اللي هي عباره عن سيروم 2 في 1. يعني سيروم يفيد البشره نتاعكم ويفيد الشعر وصحي 100%. البنات على بالي كي تجربوه يعجبكم بزاف 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 وتشوفوا النتيجه في اقرب وقت. يعني من النهار الاول تشوفي النتيجه وتشوفي الفرق سواء في البشره تاعك ولا في الشعر نتاعك. والوصفه سهله ومتوفره في اي بيت، يعني ماشي حاجه اللي تكون غير متوفره وفيها مواد ولا منتوجات كيميائيه ولا حاجه ماشي طبيعيه. كل شيء موجود وفي المطبخ نتاعك. اليوم كنت ماشيه نعمل الرز للفطور، وانا كي نجي نطيب الرز دائما نخلي واحد الكميه غير ماشي الرز، نحتاج الماء نتاعه. دوك نخلي لكم الوصفه هنا كيفاش تشوفوها. قبل نهضروا على هذا السيروم والفوائد تاعه ومن بعد نخلي لكم الطريقه. شوفوا هذا السيروم كيفاش يجي شويه سائل، ما يجيش ثقيل بزاف، يجي شويه خفيف، ماشي سائل بزاف، لكن يجي كيما السيروم اللي نعملوه للبشره ولا للشعر. شوفوا كيفاش يجي القوام نتاعه، شوفوا يبان كيما السيروم هذاك نتاع اوردينري. راكم شايفينه هو يجي هكذا ابيض. شوفوا تحسبوه شارينه ماشي مخدوم، لكن هو مخدوم غير في الدار بمكونات طبيعيه وفي المطبخ تاعك. هنا هكذا تعملوه على البشره نتاعكم. بالنسبه للبشره تعملوا تخليوه حتى ينشف تماما، حتى ينشف، خليوه واحد 20 دقيقه حتى نصف ساعه. اما للشعر تاعكم ماذا بكم تخليوه مده من ساعه ونص حتى ساعتين، شحال ما خليتيه مليح. من بعد تدوشوا تغسلوا شعركم. بالنسبه للفايده وسم باش يفيد هذا الماسك تاعنا، انه بالنسبه للشعر يرطب الشعره ويغذيها. تلاحظوا الفرق باللي الشعره تاعكم حتى كانت متقصفه ناشفه، تحسوا الشعره هذيك الشعره تاعكم متغدات صحيه. وهو تينك يقوي الشعر، يقوي الشعر. حتى البنات اللي يكون الشعر تاعهم يطيح بزاف يولي ينقص من هذوك التساقط نتاع الشعر، حتى لي شوت اللي في الشعر يتنحاو. يعني هاد الوصفه خياليه للشعر والبشره. اما البشره كما سبق قلت لكم باش يفيدها انه يفتح درجه البشره، يفتحها ويقضي على الحبوب، يقضي ايضا على التسبغات الموجوده في البشره، ويخفف من المسامات المفتوحه ويقلل من التجاعيد. يعني البشره تاعك تولي مشدوده اكثر من اللي كانت. وهذا المنتوج كي تستعملوه البشره من الاحسن كي تستعملوه عاود موراه ماذا بكم تستعملوا اي كريم مرطب للبشره. بالنسبه للكريمات المرطبه ان شاء الله دوك نحط لكم فيديو على افضل كريمات مرطبه استعملتها لحد الان. ننتقلوا للوصفه تاعنا. انا كنت عملت الرز في الماء، غسلته 3 مرات، والمره الرابعه خليته حوالي ربع ساعه باش يطلق هذاك النشاء نتاع الارز في الماء تاعنا. شوفوا اللون تاعه كيش ولا ابيض. من بعد نصفيه، جاتني هنا حوالي كاسين معمرين نتاع الماء، زدت لهم ملعقه مليحه معمره نتاع مايزينا وبقيت نحرك فيها. من بعد وضعتها على نار هاديه وبقيت كل مره نحرك حتى هذاك الخليط لاكولا تاعها تولي كلاغ على اللي كانت. شوفوا هنا كيش بدا يختار، شوفوا يولي كيما السيروم، ما يوليش ثقيل كيما الكريمات اللي نطيبوهم في الحلويات، يولي خفيف كيما السيروم اللي نستعملوهم للشعر والبشره. هنا زدت لها ملعقه نتاع خل باش تلعب دور الماده الحافظه، يطول لنا مده اسبوع بلا ما يتعفن لنا. هنا جبت هاد العلبه نتاع سيروم الشعر، غسلتها مليح وخويت على هذاك السيروم هنايا. وهذه علبه زجاجيه باش نحط كريم نتاع البشره. وهكذا نكون تحصلنا على منتوج طبيعي 100% لعلاج الشعر والبشره. نتمنى تجربوه وتخليونا الاراء تاعكم في التعليقات. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.